تعال اقولك على اهم خبرين للاهلي النهارده، بس التاني ناري. بس مبدئيا صلي كده على حبيبك النبي علشان انا وانت ناخد حسنات. الزملكاويه زيطين وفاكرنا خيشنا زيهم ومش هنعرف ندخل اشرف بن شرقي وجراديشار لجنوب افريقيا. ليه يا اخويا؟ هو انت فاكره بنتايج اللي بيلعب بقاله 6 شهور من غير اقامه ولا حتى عقد عمل؟ هو انت ما تعرفش ان الاهلي ده نادي احترافي وورقه مظبوط وحاجه زي دي ما تفوتهوش؟ علشان كده بقول لك معلش، جراديشار واشرف بن شرقي على راس قائمه النادي الاهلي اللي مسافره بكره الثلاث الساعه 8 لجنوب افريقيا يا غالي. طبعا بعد اصابه يحيى عطية الله وكريم الدبيس في ماتش بيراميدز ما بقاش فيه حل لمارسيل كولر غير انه يضم علي معلول لقائمه النادي الاهلي اللي مسافره لجنوب افريقيا. كلنا عارفين ان كولر كده هيبقى متقدر لانه ما كانش عايز يدي فرصه لعلي معلول، لانه طبعا اتسجل في قائمه النادي الاهلي غصب عنه. بس تفتكر كولر ده بعناده هيلاعب علي معلول في ماتش سان داونز؟ انا بقولك كولر ده ممكن ينزل مصطفى شوبير باك شمال ولا انه حتى يلاعب معلول. عايزك بقى تقولي رأيك كده في التعليقات، مين اللي هيلعب ناحية الشمال؟ مصطفى العش ولا نبيل كوكا ولا علي معلول، ولا هنتفاجئ كلنا ونلاقي مصطفى شوبير بيلعب باك شمال؟